السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يوم جديد من يوميات ميس أمال. النهاردة إن شاء الله هنعمل القلقاس وهعرفكم ازاي تفرزوه بطريقة سهلة ويقعد معانا من السنة للسنة. أنا جايبة قلقاسية حوالي كيلو ونص لحاجة بسيطة، فان شاء الله هقطعها وهنضفها واوريها لكم واوريكم الطريقه الصحيحه اللي ان احنا ازاي نفرز القلقاس في التلاجة من السنه للسنه بدون غسيل وبدون ما يجرى له اي حاجه ويطلع ابيض زي الفل وزي الزبده، ولا هيجرمز ولا اي حاجه، بطريقه سهله جدا جدا. استنوني وهوريكم هعمل معاكم ايه. الفيديو دوت مهم جدا عشان هنبدا حلقه تفريزات خضروات الشتاء. كل مره ان شاء الله هقدم لكم تفريز حاجه جديده. والاخت اللي طلبت مني تفريز الفاصوليا مدام ميرفت مرسي، على عيني حاضر هنزلها لك وهطلع لك كيس متفرز من عندي وهعمله وهفرز لك كيس تاني قدامك عشان تعرفي الطريقه الصحيحه لتفريز الفاصوليا الخضراء. استنوني هقطع بس القلقاس دوت عشان ما ينفعش اللي انا كده هفضل انضف فيه واوريه لكم بعد. ودلوقتي اهو انا قطعت القلقاس دواير كده الاول، وهنقطعه زي صوابع البطاطس كده اهوت الاول. عشان ايه؟ انا كل ده الفيديو ده للمبتدئين اللي مش بيعرفوا يقطعوا القلقاس او بيخافوا من عمايله، لحسن ايه يبقى في المزلقه اللي هم بيخافوا منها. وبعد ما اقطعه صوابع كده احاول اقطعه ايه متساوي كده اهوت عشان ايه ياخد سوا بعضه زي ما احنا شايفين كده اهو. هقطعها كلها كده مع بعضها. والقلقاس دلوقتي اوانه وطعمه جميل وبيستوي بسرعه. اللي عايزه تخزن الحاجه في اوانها، ما تستناش لما ايه لما الحاجه تبقى تقول عشان لما ترخص شويه او كده. لا، الحاجه اللي بتتخزن في اوانها والله بتطلع زي الفل وتطلع زي ما هي اهو كده اهو. هنقطع الكميه كلها وما تخافوش من عمايل القلقاس. القلقاس سهل جدا. هتحط له الخضره بتاعته ونحط له السلق، وعلى فكره انا مفرزه السلق بتاعه في الفريزر بقاله اكتر من السنه اللي فاتت، وزي ما هو زي ما هو. ادي كده عملنا اهو، اسهل منه مفيش. وهنعمل جنبه بقى رز ابيض. ولازم اهم حاجه في القلقاس تكون الشوربه بتاعته سمينه. الشوربه بتاعته سمينه عشان تديكي طعم حلو. يعني يكون عندك شوربه لحمه سمينه كده، او عندك بطايه، او عندك مثلا شوربه لحمه عاديه وتقومي حاطه فيها حته ليا او حته دهنه اللي هي السمينه بتاعت اللحمه. احنا طبعا لما الجزار بيدينا لازم يدينا حته كده سمينه يقول لك فوق الميزان، فدي انت تحفظيها في الثلاجه، ولما تعوزي منها حته تاخديها من الفريزر على طول وتقطعيها تدسم لك الشوربه وتخليها طعمها جميل. وممكن اللي يحب يحط مرق الدجاج يحط، واللي مش عايز خلاص، يعني دي حسب الرغبه برضه. بس كل الحاجات الزيادات دي بتطعم بتطعم الاكل. القلقاسيه دي طبعا انا كنت شاريها في المشتريات بتاعه السوق المره اللي فاتت، فصراحه بقى لها اسبوع انا غبت عليها. كل يوم نعمل اكل تاني كده، والعيال بيحبوا النواشف اكتر. فالنهارده قلت لهم والله انا عامله لكم القلقاس، يعني مش هرميه بقى. انتوا عارفين طبعا الولاد اكتر حاجه بيحبوها النواشف. ده كريب، ده صينيه، مش عارفه ايه ده ايه ده ايه، دي اكتر حاجه بيحبوها. انا كده قطعت الكميه زي ما انتم شايفين، انا مش هعمل كتير. انا هعرفك ازاي تفرزيها وازاي تعملي القلقاس بطريقه سهله جدا. هنجيب فوطه نضيفه تكوني طبعا عاملاها لتنظيف الخضار او تنشفي عليها الخضره او حاجه. فالفوطه دي كده اهوت زي ما انتم شايفين. هحط القلقاس هنا كده، انا لسه ما عملتش في حاجه. وننشف البوله كويس قوي، مش عايزه فيها اي حاجه، انا ما حطيتش عليه ميه ولا حاجه بس برضو. والسكينه على طول تبقى ناشفه. السكينه على طول تبقى ناشفه. انا كده قطعتها خلاص، والسكينه مش محتاجه في حاجه. همسك القلقاسيه بقى كده الحته اللي انا قطعتها وافضل ادعك فيها كده ادعك فيها كده. ليه بقى؟ عشان اشيل اي حاجه هتعمل لي مخاط في الشوربه، عشان الناس بتقرف من القلقاس من كده. بس اللي بيغسلوه بقى ويقعدوا يغسلوه بميه سخنه بميه سخنه. انا الاول زمان بصراحه كنت بعمل كده. اللي بيتغسل بميه سخنه كتير كده زي ما احنا كنا بنعمل، انت كده بترمي الفايده بتاعت القلقاس كده، يبقى انت رميتي فايدته ما استفدتيش منها. طب ايه بقى الفايده؟ ان احنا خدناها من القلقاس كان حاجه كده زي البطاطس في الشوربه وخلاص. لا، لازم نستفيد بالايه بال بالسوائل بالفايده اللي في القلقاس. فاحنا هنعمله كده كل الكميه كده. انت بقى لو عايزه تفرزي بعد ما تعملي الخطوه دي هتجيبي كاس التلاجة وتحطي في كل كيس حبه على قد استعمالك.
هتحطي في كل كيس ايه حبه، ولا تعملي فيه اي حاجه، هتطلعيه مفرز من الفريزر تحطيه في الشوربه المغليه بس. انما انا طبعا عشان مش جايبه كميه ومش هفرز دلوقتي، انا بس بشرح لكم الطريقه. واما انزل السوق هجيب، بس لازم طبعا اكون ايه عامله حسابي ان انا فاضيه في اليوم دوت عشان اجيبه واقطعه على طول، يكون افضل يعني. فانا طبعا كنت مشتريه عادي كانه اكله من اكلات الاسبوع، قلت ايه هعمل، هنعمل كل الكميه اللي احنا شايفينها، ما نخليش فيها اي حاجه بالفوطه كده اهو، طول ما احنا ايه واقفين ندعك كده فيها. ومش ما تخافيش، جربي الطريقه دي وناجحه 100%، بامر الله ناجحه 100%، انا مجرباها كتير اهو. هعمل بقى ايه الكميه كلها عشان ما اطولش عليكم، وبعدين اجي اوريكم على النار هنعمل ايه وهي الشوربه مغليه. هنحط ايه القلقاس ونعمله الخلطه بتاعته. زي ما احنا شايفين اهو قدامنا الشوربه بتغلي بتاعتنا، طبعا احنا مش عاملين كتير، فهنحط القلقاس كده بعد ما نشفناه خالص على الشوربه، وهنقلب كده، هنسيبه بقى يستوي. هنغطي عليه غطا الحله بتاعته هنغطي عليه كده بقى يستوي براحته، وهبقى مراعياه. وبعدين زي ما انا قلت لكم انا مفرزه السلق اهو، بصوا حطاه في الكيس اهو مفرزاه، هو كله بالسمنه بتاعته بكل حاجه. هفكه بحضره بس عشان افككه من بعضه، وكنت عايزه اطعم له شويه سمنه تاني اطعم له اهو. زي ما احنا شايفين بصوا اهو، ده السلق اللي انا مفرزاه بالثوم بتاعه بكل حاجه. هحطه على النار يفك كده شويه عشان يدي الريحه بتاعت السلق الجميله اللي احنا عارفينها، اللي هو تعرفي ان في قلقاس في الشقه دي من ريحه السلق، معمول بخضرته بكل حاجه. هولع عليه كده هو النار على ما القلقاس يستوي. على ما القلقاس يستوي نكون برضو عملنا ايه، عملنا الرز الابيض اللي انا قلت لكم عليه اهو. هنسيبها بقى لما تفك براحتها، نغطي عليها عشان ما يتحرقش، عشان السلق ده لو اتحرق هيمرر، متخليهوش محروق منك قوي، عشان كمان يخلي الايه بتاع مفتوح فاتح. هنا زي ما احنا شايفين عندنا حله هنحط فيها شويه زيت وحته زبده عشان نعمل ايه، نعمل الرز بتاعنا اهو كده. هولع النار عليه، هحط شويه زيت كده عشان الزبده ما تتحرقش، عشان انا زي ما قلت لكم ما بسيحش الزبده. نحط معلقه سمنه او زبده اهو زي ما بنقول اهي، احط كده معلقه عشان الرز. بصوا بقى انا غاسله الرز هنا طول كوبايتين وشويه كده رز على قد الايه، على قد الاسره، غسلاه زي ما احنا شايفين كده ومصفياه ومنقينه ومصفينه، مفيهوش ايه ميه، انا صفيته خالص من الميه. اول ما الزبده هتسيح كده ومع الزيت هحط الرز واشوحه، هحط الرز وايه وهشوحه عشان ياخد من السمنه كده، واغلفه كله بالسمنه ويبقى طعمه حلو، طعم السمنه البلدي ايه معاه موجوده كده وحلوه. زي ما احنا شايفين كده انا بوضب للايه للرز. ادي السمنه فكت معايا، هحط كوبايتين الرز بتوعي اهو. طبعا احنا عارفين الرز المصري كوبايتين الرز عليهم كوبايتين ميه. طبعا انتوا هتعايروا، انا عارفه ايه بالمعيار كده بالنظر بعمل، عشان طبعا خبره. انا بقول لاولادي الصغيرين اللي هم لسه مبتدئين اللي مش عارفين يعملوا مثلا الاكل، بدل ما يقعدوا يسالوا حد ويتحرجوا، القناه دي انا عاملاها كده، انا عاملاها اي واحده عايزه تتعلم اي حاجه تخش، ولو في اكله انا ما عملتهاش تكتب لي على في التعليقات وانا عيني الاثنين اعملها لها. بصوا يا حبايبي كده انا هغلف كل الرز بالايه، بالسمنه. سمنه بقى زبده، عايزه تعمليه بالزيت اللي يعجبك اعمليه، انا بحط ده على ده، هشوحه كده شويه واحط عليه الميه بتاعته وشويه الملح وايه وخلاص. على كده الرز لما يستوي نشوف هنعمل معاه ايه. اثناء ما هو بيتشوح كده احط شويه الملح
برضو عشان ايه يبقى الرزايه كده شاربه من السمنه مع الملح، تبقى طعمها جميل. اول ما يبدا يشخلل كده تعرفي ان هو ايه خلاص ما فيهوش ميه. صوت الشخلله اللي انت سامعاها دي كده هو ما فيهوش ميه. هحط بقى عليه ايه العقد بتاع الميه زي ما احنا شايفين اهو. بس كده اغطي بيه الميه واقلبه. ده من غير شعريه، ده رز ايه رز ابيض. ولو حب عيالك يعملوه بالشعريه اعمليه، بس انا يعني عملت تغيير لان الرز الابيض ايه استعمالاته قليله، يا اما على الفته يا اما جنب القلقاس كده. هغطيه بقى، واول ما الاقيه شرب الميه ايه هوطي عليه. وهنا القلقاس شغال اهو، والسلق زي ما احنا شايفين اهو على النار بيفك اهو. بص اهو كانك ريحته والله كاني لسه عاملاه. انا بس هفككه كده عشان ايه عشان احطه. بصوا اللون الاخضر الجميل بتاع السلق عشان احطه على القلقاس. اهو القلقاس بتاعنا كده غسيناه لقيناه استوى الحمد لله. ما خدش سوا كتير على فكره، كده استوى. هعمل ايه بقى؟ انا سيحت اللي هو السمنه عشان انا كنت مخزناه اهوت، وهحط بقى السلق زي ما احنا شايفين كده، وهقلب ياخد غلوتين واطفي عشان ما يتهريش اكتر، عشان حتى لو حبيتي تسخنيه تاني يبقى ايه يبقى مظبوط. هناخد بقى حبه شوربه كده من القلقاس ونحطه هنا تاني. طبعا انا حاطه الخضره وكله كله كله مع السلق اهو. شايفين اهو، ولا في اي مخاط ولا اي حاجه، وكده القلقاس بتاعي يبقى اتعمل. شايفين اهو كده القلقاس بتاعي استوى. اغطي بقى عليه كده واطفي النار. وادي الرز برضو بتاعي استوى زي ما احنا شايفين اهو. الرز الابيض بتاعنا الجميل شايفين اهو مفلفل اهو اهو. هنغرفه واوريكم الوجبه كلها على بعضها. وكده خلصنا النهارده اكلتنا القلقاس الجميل اللي احنا عملناه زي ما احنا شايفين كده اهو. بقى زي الزبده بصوا اهو. بص تغرزي المعلقه كده فيه خلاص تستوي. بصوا زبده خالص اهو، ما خدش معايا اي سوا. شايفين اهو زبده خالص تمام اهو. بصوا ما خدش اي وقت. ودي شايفين الشوربه بتاعته ايه، ولا السلق محروق ولا اي حاجه. وبالهنا والشفا كده لكل اللي هياكل. وادي الرز الابيض معانا عاملينه مفلفل اهو شكله جميل اهو اللي عاملاه بالزبده. بصوا الرز اهو مفلفل اهو ما شاء الله عليه، وطعمه تحفه تحفه. يبقى احنا هنا عملنا القلقاس، ودي حطينا جنبيها ليمونتين مخللين من اللي احنا كنا عملناه والموجود عندكم في القناه. واللي يحب يشوف بصوا الميه بتاعته بقت جميله ازاي. بصوا 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 العصاره بتاعته. ده الليمون المسلوق السريع اللي انا ما برميش ميته، عشان الفايده الفيتامين سي اللي موجوده في الليمون. ويا رب الفيديو النهارده يكون عجبكم، كلوا استفدتوا منه. ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناه مع يوميات مس امال، واستنوا مني كل جديد. وطبعا دي برضو بقيه الاكلات اللي من غير طماطم عشان محاربه الغلاء. والحمد لله هي نزلت شويه، في ناس بيبيعوها ب10 وفي ناس بيبيعوها ب9، وربنا يسهل يا رب وترخص. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بيكم حبايب قلبي، حبايب قلبي مس امال. النهارده ان شاء الله هقدم لكم حاجه جديده وموفره وتنفع كل بناتنا الحلوين اللي هم لسه متزوجين وظروفهم على قدها، او اسره صغيره، او عايزه تعملي اي حاجه حلوه كده، غدا جميل كده لاولادك باقل التكاليف. وطبعا النهارده انا هقول لكم على افكار جميله قوي ان انت ممكن تعملي بيها اكل جميل لاولادك كده وتفرحيهم. النهارده ان شاء الله هنعمل اكلتين من نص كيلو لحمه.
اكلتين جمال والكل بيحبهم وخفاف قوي على قلبنا وعلى ايدينا وشهيين بمعنى اصح. اللي هنعمله النهارده ايه؟ زي ما احنا شايفين كده، انا معايا حوالي 700 جرام لحمه. آه ايوه دول، لا يا ربي، دول 515، يعني نقول نص كيلو. من ضمن المشتريات اللي احنا كنا مشترينها نص كيلو لحمه. هنعمل ايه؟ هنعمل صنفين من اللحمه المفرومه دي، هتعجبكم تحفه. اول صنف هنعمله، هنقسم اول خطوه هنقسم اللحمه دي نصين. هنقسم اللحمه دي نصين، يعني يعتبر كل اكله ربع كيلو. ادي كده اللحمه بتاعتي قسمتها نصين، ادي نص كده، ادي كده ربع كيلو، وهنا ربع كيلو. طبعا انا عامله الاكله دي قبل كده، اللي هي كفته الشوفان في قلب القناه، بس طالبينها مني تاني فانا هعملها بس بسرعه طبعا، عشان هي موجوده بالتفصيل في القناه. ادي الربع كيلو الاولاني وادي الربع كيلو التاني. البهارات بتاعتي الاول، عشان هحط البهارات كلها زي بعضها. عندي بهارات مشكله اللي هي السبع بهارات زي ما احنا شايفين كده. فلفل اسود، حبه كزبره ناشفه، حبه بابريكا، حبه زنجبيل، حبه قرفه صغيرين كده، ومعلقه بصل بودر وتوم بودر وملح. هقلب كل المكونات دي على بعضها عشان انا هحطهم على الايه، على الاتنين. وممكن كمان هحط دلوقتي معلقه بيكنج باودر عشان تخلي الكفته عندي هشه كده. ادي البهارات بتاعتي هقسمهم نصين كده، نص هنا كده والنص التاني هنا. تمام كده اهو. بالنسبه لكفته الحاتي، كفته الحاتي هزود عليها معلقه ليا عشان تديني طعم اكتر، عشان زي تبقى زي المشويه من بره بالظبط. هحط كمان عليها ايه؟ هحط عليها كوبايه صغيره شوفان مدقوق. كوبايه صغيره شوفان مدقوق، الكوبايه دي يعني زي كوبايه كده القهوه كده او اشد شويه. هحطها كده اهو عليها واقلب كده وهتشوفوا. والشوفان مفيد جدا 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 للاطفال وللكبار. وعلى فكره الشوفان ده بيتعمل وجبه. بيتعمل وجبه ازاي؟ بتجيبي رقائق الشوفان، هوريكم الكيس بتاع الشوفان اهو. طبعا الشوفان اهو كيس اهو، بجيبه بالكيس. ده كان عامل زي الورق كده، مش مطحون كده، انا اللي طحناه عشان احطه على الكفته. انما هو بيتعمل وهو رقائق كده. بتسخني اللبن او الميه المغليه ومعلقه عسل نحل وبتحطيهم على بعض، والايه، والطفل بياكله كده زي وجبه او الكبير بياكله زي وجبه. هنا كده هنعمل ايه؟ ادي المعلقه اللي انا حطيتها، لازم اخلط طبعا بايدي. اشوف كده، ادي دي الكفته دي هتبقى كفته الشوفان بالسيخ. وعندي ابن اختي بيحبها قوي، بيقعد يقول لي كفته الشوفان زي ما انا كنت بقول في الفيديو التاني. فطبعا ما ينفعش ان انت ما تعجنيش بايدك، لا، عشان تدخلي كل الحاجات في قلب بعضها. ما ينفعش ان انا اقول ايه، لا انا مش هعملها بايدي، لا. طبعا ايدي غسلاها ونضيفه وعارفه انا بعمل ايه. هدخل كل المحتويات كده ببعضها. دي بالنسبه لكفته الشوفان وبالليه، عشان هعملها على السيخ زي بتاعه الحاتي بالظبط. حته الليه اللي انا حطيتها دي بتطعمها قوي قوي قوي. كده انا بفتت مكونات الانسجه بتاعه اللحمه المفرومه، شايفين؟ وادخل كل البهارات في قلبيها اهو. كل حاجه ادخلها في قلبيها، تعجنيها كويس قوي كده عشان كله ياخد من طعم بعضه وتطلع جميله وحلوه وتبقى هش. طبعا انا قلت لكم ان انا هحط معلقه بيكنج باودر، هحطها برضو، بس انا ايه، مش عايزه اسيب العجنه دلوقتي اهو. هجيب معلقه البيكنج باودر عشان تخليها لي هشه وحلوه اهو. ادي كده حبه كده على دي وحبه على دي بس. ده ايه؟ البيكنج باودر. ليه بقى؟ عشان ينفخها
ويخليها كده ايه هشه وطعمها حلو. بصوا بسم الله ما شاء الله، الربع كيلو بصوا معايا حته قد ايه اهو. زودتها بكوبايه الايه الشوفان، وبتلاقيها كده بتمط ببقك كده وبتدي قرشه كده زي بتاعت بره بالظبط واحلى كمان. دي بقى كده خلاص احنا خلصناها. هنسيبها ايه بصوا اهي اهي فتتنا ودخلنا كل حاجه جوه. هنسيبها بقى كده ترتاح وبعدين نرجع لها نشوف هنعمل فيها ايه. اهي هنا الكفته التانيه ممكن نسميها، هنعملها كرات اللحمه البيضاء، قصدي كرات اللحمه. ممكن تعمليها كفته الداوود باشا، قولي عليها كرات اللحمه السويدي، تقولي عليها كرات اللحمه العاديه بتاعتنا، سميها زي ما تسميها، ليها كذا اسم. بالنسبه ليها ديت احنا مش هنحط عليها الا البهارات اللي احنا حطيناها دي كلها زي التانية ماشي. هو ممكن تبشري عليها بصله وممكن لا براحتك. انا طبعا حاطه بصل بودر فانا مش عايزه ايه احط عليها حاجه كتير. طبعا ديت اهي زي ما احنا شايفين بصوا اهي. هعمل ايه بقى في دي كمان بعد ما ادعكها كده ببعضها؟ هسيبها برضو ترتاح واشتغل في التانية الاول اهو. هجيب هنا طبق وهجيب السيخ ده اللي انا بعمل بيه طبق طبعا فل، واقوم حاطه فيه كيس بلاستيك تمام، واقوم ماسكه الكفته بتاعتي مصبعاها كده على السيخ. بصوا يا ولاد اللي مش عارفين يا بنات، بعمل كده كوره كده واقوم مدخله السيخ كده في النص واعملها كده على السيخ كده. ممكن بتعوزي ايدك بقى ميه بصل، ممكن تعوزي ايدك زيت، ممكن تعوزي ايدك ميه، لو مش ملزقه معاكي خلاص اللي انت عايزاه اعمليه اهو كده. شايفين التجويف اهو زي بره بالظبط. هرص كده في قلب الطبق اهو، وهقول لكم بقى دي هتستوى ازاي ودي هتستوى ازاي. ودول ممكن كل الاكلتين دول ممكن تعملي جنبيهم مكرونه، ممكن تعملي جنبيهم رز ابيض. لو هتعملي الكرات اللحمه بالطماطم تعملي لها صلصه بالتومه، ممكن تعملي مكرونه بالصلصه وتحطيها عليها، اللي يريحك اعمليه. طبعا انت طالما عملتي كفته اعملي جنبيها اللي يعجبك، بطاطس محمره بقى، اي حاجه اي حاجه. المهم انا اديتك افكار ان انت تقدري تنفذيها. بصوا انا هعمل لكم برضو من التانية عشان انا هكمل الكميه مطولش عليكم. باخد كده حته صغيره كده اهو واعملها كده شايفين، ابرمها كده واحطها تتغلف في الدقيق اهو كده زي ما احنا شايفين كده، شايفين اهو. هوريكم انا الربع كيلو ده والربع كيلو ده هيعمل لنا ايه اكل قد ايه، وببركه ربنا ان شاء الله. وكل حاجه تكفي، كل حاجه بالرضا هتكفي بامر الله. طبعا لازم بيكون في اللحمه المفرومه ايه حته دهنه كده، لازم ما تكونش حمرا خالص عشان تنفع معانا كده اهو. هخلص الكميه كلها واجي اوريها لكم وبعدين نشوف هنعمل جنبيها ايه وهنعمل معاهم ايه هما الاتنين بالنسبه للكفتتين دول زي ما احنا شايفين كده. دي بقى لما بغلفها برضو كده بالدقيق هشيلها واحطها برضو ايه في طبق. ودينا دلوقتي اهو خلصنا الكفته اللي انا قلت لكم هعملها كفته السيخ بالشوفان. بصوا معايا طلعت كام صباع اهو. انا حطيت كده صف تحت زي ما احنا شايفين 6 صوابع، وهنا 4، يعني الربع كيلو عمل لي 10 صوابع كفته الحاتي، ومغذيه ونجيفه وجميله وفي البيت. وهنسويها وهوريها لكم ناجحه ازاي، وهنشوف هنعمل جنبها ايه، وتبقى ادي عملت وجبه عندك من ربع كيلو لحمه، وجبه في منتهى الجمال.
الوجبه التانية اللي احنا عملناها اللي هي كرات اللحمه، اديني غلفتها بالدقيق اهو. هتتحمر هي في معلقه زبده، معلقه زبده صغيره كده هشوحها فيها، اديها بس لون، بس هسيبهم يرتاحوا وهنيجي نعملهم على النار واوريهم لكم. هغطيهم كده برده بالكيس البلاستيك علشان ما ينشفوش زي ما احنا شايفين كده. وممكن تعملي الوجبات دي وتشيليها في قلب الفريزر، تبقى عندك وجبات جاهزه في اي وقت انت عايزاها. هنلفهم بالاسترتش ونشيلهم ونطلعهم في اي وقت مجمدين ونعملهم. يبقى انا كده عملت قدامك كده وجبتين من نص كيلو لحمه زي ما احنا شايفين، وجبتين من نص كيلو لحمه، ادي ربع كيلو وادي ربع كيلو. ما شاء الله يعني ياكل. لما تاخدي 10 صوابع كفته من دي يعني لو اكلوا نفرين 3 هياكلوهم، يعني اسره صغيره هياكلوهم. وما شاء الله الصباع برضو بصوا الصباع قد ايه، مش صغير يعني، الصباع اهو قدامكم اهو. ودي كانت من ضمن الوجبات السهله السريعه اللي انا بحب اعملها واشيلها عندي في الفريزر، عشان مثلا لو جايه من الشغل تعبانه او طب عليا ضيف او اي حاجه تبقى الحاجات دي جاهزه. وانت ممكن بقى تطلعيها تعملي عن جنبيهم شويه مكرونه، شويه رز ابيض. بالنسبه لدي رز ابيض او مكرونه، او ممكن تعملي صلصه بالتومه وتحطيها في قلبها وتعملي جنبها في قلبها شويه بطاطس او شويه بسله، يعني زي طاجن كده وعليه كرات اللحمه ديت، بتبقى جميله قوي قوي برده مغذيه للاطفال. الطبق التاني طبعا كفتة الحاتي، جنبيه شيبسي، جنبيه مكرونة، جنبيه برده ممكن رز بسمتي، اللي يعجبك اعمليه. انا دلوقتي وريتكم فكرتين وهنشوف هنعمل جنب كل طبق ايه، وهبقى اقول لكم هنعمل جنبيه ايه. اللهم صل على النبي. انا النهارده بس حبيت اوريكم الاكلتين السريعه دي علشان تبقى خفيفه عليكم، ولما اجي اطلعها من الفريزر واعمل جنبيها حاجه هنزلها لكم في فيديو عشان تاخدوا مني افكار. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، ما يكونش تقيل عليكم. ما تنسونيش في اللايك وفي الشير، ويوميات مس امال. وتدعوا لي كده دعوتين حلوه، عشان انا الحمد لله تممت الشرط الاول بتاع اليوتيوب وكملت 1000 مشترك. وان شاء الله هعمل فيديو كده تفرحوا معايا فيه بال1000 مشترك وعقبال يا رب المليون. وما تنسونيش بقى في الدعم بتاعكم واللايك والشير، وتشيروا الفيديوهات بتاعتي عشان الكل يشوفها والكل يستفيد منها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلي بتحب التفريز وبتحب الاكلات الخفيفه، تعالي معايا النهارده وشوفي انا هعملك ايه. هعملك النهارده وجبتين اخف ما يكون وباسهل ما يكون وبارخص ما يكون، وهنوفر كتير. النهارده هنعمل من نص كيلو لحمه طبقين زي ما احنا شايفين كده، طبق كفته الحاتي وطبق كفته داوود باشا من ربع كيلو لحمه. وتعالوا نتفرج معانا على الفيديو الجميل ده اللي احنا هنشوف هنعمل فيه ازاي الوجبتين دول بتاعت كفتة داوود باشا بأسهل طريقة، وكفتة الشوفان بأسهل طريقة برضو. تعالوا معانا في الفيديو ويلا بسرعة علشان تاخدوا فكرة وتعملوا فكرتنا بكرة. خشوا معايا على الفيديو وشوفوا فيه ايه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هقدم لكم الجزء الثاني من المشتريات اللي جبتها من فتح الله، وهقول لكم على العروض اللي انا لقيتها النهاردة في فتح الله وحبيت اعرفكم بيها عشان تستفيدوا من كل العروض اللي موجودة. والله في حاجات جميلة وحاجات تحفة، وهفرجكم دلوقتي عليها واقول لكم ايه الاسعار وايه التخفيضات اللي حصلت وايه اللي عليه سيل النهاردة في الجزء الثاني. يلا بينا نستعرض الحاجات حاجه حاجه واشرح لكم دي بكام وعليها عرض كام. وطبعا طالما احنا قلنا رايحين عند فتح الله يبقى لازم نجيب اللبن البودره. صراحه ربنا اللبن البودره بتاعه في منتهى الجمال، وفي اي حته ب 80 و 90 جنيه، هو بيبيعه ب 70 جنيه، عامل عرض عليه ب 70 جنيه، وكل كيس عليه خصم على قد اللي بتاخديه منه. ابو ده ب 34 جنيه 65 قرش، عليهم خصم 4 جنيه 55. انا جايبه منه 3 اكياس، كل كيس حسب الايه الوزن اللي انت عايزاه. فطبعا لما يكون ب 80 و 90 بره وتاخديه من عنده ب 70، وعن تجربه صراحه لو ربنا لبن فتح الله البودره جميل. بعمل منه بشاميل وبعمل منه زبادي وبعمل منه حاجات كتير قوي، وبدخله في الحلويات مفيش غنى عنه. فبصراحه ربنا انصحكم ان انتوا تجيبوا ايه بتاع دوت لبن بودره من عند فتح الله. لو ما تروحوا تشتروا منه عنده لبن البودره من عند فتح الله. ويلا نكمل بقيه المشتريات. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنبدا بقى دلوقتي. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد.
وعلى اهلي واصحابي وسلم اجمعين. هبدا الاول بحاجه الفطار واعرفكم ايه الخصومات اللي معموله على كل حاجه في قلب في الفطار. عندنا دلوقتي لانشون اللحمي ده ممتاز ممتاز ممتاز. يعني بعد حلواني على طول الكيلو منه ب 84 جنيه، وعليه خصم 10 جنيه او اكتر من 10 جنيه، هو بيتباع ب 68 جنيه. فالحبه دول عاملين 23 جنيه وبريزه. في منه لانشون فراخ برضو عاملين 22 و98 قرش. جبنا منهم ايه لانشون فراخ ولانشون بالزيتون. في تاني برضو عندي اللهم صل على النبي انواع من الجبن كتيره قوي. عندي جبنه بالنعناع وجبنه شيدر وجبنه كيري. بصوا انا بحب اشكل قوي كل الجبن اللي عند فتح الله في منتهى الجمال. وجبنه بالزعتر وجبنه خلطه اللي هي محطوط عليها جزر مبشور وبسطرمه وجبنه شيدر بالبسطرمه. كل طبق من دول يعني 8 جنيه 8 جنيه وحاجه. ما عدا الطبق ده كده ب 11 عشان دي ايه جبنه كيري سايبه كده. الجبن بتاعته جميله جدا جدا وطعمها في منتهى الجمال. الطبق ده بيجيب 8 وربع 8 ونص حسب الوزن. الكيلو عنده مثلا ديت لو اللهم صل على النبي قاطعين كام 8 جنيه و60 قرش. الكيلو ب 28 جنيه. دي من الكيلو منها ب 28 جنيه. والكيلو من الجبنه اللي ام زعتر دي وليمون ونعناع الكيلو منها ب 32 جنيه. فكل حاجه ليها ايه سعر. في الاخر في الفاتوره بيخصم لك على كل طبق 2 جنيه 3 جنيه. بتلاقي في الاجمالي بيفرق معاكي كتير قوي. عندنا برضو الجبنه المش بتاعته دي ب 30 جنيه، بس جبنه مش معتبره يعني المش القديم المعتبر الفلاحي ونجيف ولا فيه سوسه ولا دوله ولا اي حاجه. الحبه دول قاطعين عندك ب 11 جنيه وربع اهو. الكيلو بتاعه ب 37 جنيه بس عليه خصم خلاص، وانتي بتاخدي حسب الوزن. اللبن ده كان عليه برضو خصم. الواحده مش عارفه اشوف لكم كده في الفاتوره تقريبا ب 10 ونص. اللبن ده لبن بودره ده ب 11 جنيه. اللبن ده ب 11 جنيه تمام. عاملين هم كل حاجه عليها خصم. في الاخر في الفاتوره برضو بتاخدي ايه الخصم بتاعك كله. في تاني جبنا ايه تاني. كل دي الجبن اللي احنا جبناها. جبنه براميلي. الجبنه البراميلي عنده ب 42 جنيه. قطعت كام دي قطعت 12 جنيه و60 قرش. دي جبنه ايه جبنه براميلي وحدقها حلو عشان انا مجرباها من عنده كتير. جبنه رومي برضو. الحبه دول قاطعين 21.45 الكيلو منها ب 78. عليها خصم 2 جنيه 75. الطبق ده لوحده عليه خصم 3 جنيه الا ربع ماشي. وايه تاني اللهم صل على النبي عشان ناخد كده بالترتيب وبعدين نخلص الفطار ونخش على حاجه تانية. جبنا طبقين بسطرمه. البسطرمه عنده بالوزن برضو اللهم صل على النبي ب 118. طبق قاطع 14 جنيه 75 وطبق قاطع 17 جنيه و40. برضو البسطرمه عليها خصم كبير. هي وقفت علينا من 145 وقفت ب 118. بصوا الفرق قد ايه في الخصم. دي بسطرمه بالوزن ماشي. جبنا ايه تاني. خلينا في الفطار الاول كده حاجه الفطار. اللهم صل على النبي. جبت برضو عنده الكوكيز دوت حلو قوي ب 62 جنيه. هو بيبيعه ب 58. في منه بالشوكولاته ومنه بالفانيليا الابيض ده. في قلبيه اللي هي الحلويات الطريه اللي بتتحط كده على الكيكات والكلام ده. طعمه جميل قوي قوي بالسمنه البلدي. طعمه حلو بس يعني للاسف دي اخر واحده احنا ما شاء الله بنحبه فاول ما جيت تاكل. جبنا برضو علبه بسكوت. العلبه دي فيها 12 باكو ب 10 جنيه اهي. البسكويت ده ويفر جميل. العلبه 12 باكو جبناها ب 10 جنيه. ينفع برضو تفطري بيها ايه او حاجه مستعجله الصبح ولا بتاع ولا رايحه شغلك ولا جوزك نزل مثلا ياكل حاجه خفيفه ممكن ياكل من الكوكيز او ياكل من الويفر. وجبنا مخلل ب 16 جنيه الكيلو ده بعد الخصم ب 14 جنيه وطعمه في منتهى الجمال. واحنا قلنا اللبن الحليب ماشي. جبنا كمان عرض التونه ده ب 24 جنيه بعد الخصم ب 21 جنيه. مكتوب عليه 24 جنيه بعد الخصم 21 جنيه. جبنا كمان معجون سنان
عليه خصم 15%، ومكتوب حتى عليه ان هو عليه خصم 15%. بدل 7.5 اداهولنا 7 الا ربع. ماشي. وديت زيت نعناع، زيت اسمه ايه، زيت جوز الهند طبيعي، ده الخام بتاعه. الازازه دي عامله 18 جنيه، بس النقطه منه على البشره وعلى الايد في منتهى الجمال. ودي هنبقى نعمل بيها وصفات عشان الشتاء داخل، وجميل قوي قوي جوز الهند على للبشره وللشعر. مناديل الجيب دي عرض برضو ب9 جنيه، فيها 10 مناديل زينه، طبعا زينه غنيه عن التعريف. ده بالنسبه دي حاجه ايه، حاجه الفطار. وجبنا كمان 2 من دول اندومي، و2 من دول، الواحد ده ب2.5 والكبير ده ب3، فجبنا 2 و2. جبنا اسمها ايه، موتزاريلا، علشان نعمل بيها البيتزا والحاجه. الجبنه الموتزاريلا عنده 50 جنيه، بعد الخصم ب42 جنيه. فجبت نص كيلو لوحده ونص كيلو. الحبه دول قاطعين 22 75، والحبه دول قاطعين 25 22. بجيبها كده نصين عشان اخلص كيس كيس. وبعدين جبنا كمان السوسيه بتاع فتح الله، نجيب جدا جدا جدا، من احلى من اي مكان، يعني تجيبيه وانت مغمضه. في منه الصغير اسمه نقائق ولا نقانق، دي اللي هي الصغيرانه خالص، بتبقى كده بتتاكل بالبتاع الصغيره دي، الخله. انا جبت الحبه دول ب 35 جنيه و70 قرش، دول 35 جنيه و70 قرش. الكيلو بتاعه ب59 جنيه. وبرده عليه عرض، يعني كل حاجه هو مسيف فيها 5 جنيه 6 جنيه 7 جنيه صراحه يعني. فدي انت بتاخديه بتعملي منه مكرونه، تقطعيه حتت صغيره كده حلقات، تعمليه بالقوطه، يبقى طعمه جميل وطعمه مضمون صراحه يعني، لاني من شركه اطياب برضو معروفه. ايه كمان جبنا، قلنا الجبنه الرومي ب 78 وعليها خصم، عليها خصم كام، 2 جنيه 75. جبنه رومي القديمه. ودوت ايه تاني، الكايزر طبعا برضو كان ده كايزر، والفينو بتاعهم جميل قوي، كان ب6 جنيه وربع، والفينو ب7 جنيه ونص. على العيش الكايزر عليه خصم 75 كيس على بعضه كده، والعيش الفينو عليه خصم 125، يعني ابو 5 ب6 وربع يعتبر ب5. وقلنا الجبنه الرومي، وقلنا الاندومي. المقرمشات دي اتاكلت برضو. وبتاع التحرير، الخيار بتاع التحرير 350 جرام بكام، ب3 جنيه و40 قرش. لا لا لا، بتاع التحرير ب7 جنيه بس تاكل يعني. وكل دي الجبن اللي انا جبتها. ماشي. وجبنا ايه كمان، اللهم صل على النبي، جبنا الخرشوف، الحبه دول قاطعين 11 جنيه 52 قرش. الخرشوف اهو، الكيلو منه ب24 جنيه، دول قاطعين 11 جنيه. ده بيتعمل بلحمه مفرومه وبشاميل، بيبقى طعمه حلو. كده خلصنا اللي هي الجبن. نخش بقى على ايه، البيفي ده برضو زي البلو بيف كده، بتقولي له قطعوا لي قطعه واحده وتبشريها وبتعمليها بالبيض. دول قاطعين 17 جنيه 96 قرش. قد ايه بقى، 315 جرام. الكيلو منه ب57، اللي هو انت بتجيبي العلبه الصغيره دي بحاجه و40. هو عنده سايب، وبرده جايباه ومجرباه. الكمون بقى اللي لقيته غالي قوي، لقيت الكمون ب120 جنيه، مع اني بره مش عارفه ناس حاطين عليه ازاي 60 وكده، ومش عارفه ايه يعني. بيقول لي لا، ما هو مش كل الكمون طبعا. الكمون ريحته طالعه وجميل اهو، بلدي اهو. دول قاطعين كام، قاطعين 17 جنيه و40 قرش. انا بحب اجيبه صحيح كده واشوحه تشويحه، اخرج منه الرطوبه واطحنه بنفسي. جبنا رز بسمتي. الرز البسمتي عنده ب 30 جنيه. جبت كيلو، بس ده كيلو وشويه، كيلو 125 قاطعين 33 75. انا بعاير بالكوبايه وبعمل بجيب كده ايه الكيلو على بعضه. تمام. وجبنا ايه كمان، ستريبس برضو، الولاد بيحبوه. دول قاطعين 33 66 قرش. ده الكيلو بقى منه بكام،
الكيلو بكام؟ ب99 جنيه. الكيلو ده ب99 جنيه. جبنا زيتون للبيتزا برضو، لوازم البيتزا، زيتون اسود مخلي وزيتون اخضر مخلي اهمت. الحبه دول قاطعين 7 جنيه ونص، والحبه دول قاطعين 9 جنيه و18 قرش. الكيلو من ده ب34 والكيلو من ده ب30. الاسود ده اغلى، ب34 وده ب30. بينفعوكي برضو في البيتزا وبتبقى حلوه. جبنا دوت نجس، قطعه كده فراخ صغيره، دول قاطعين 17 جنيه 92 قرش، عليهم خصم 2 جنيه و80 قرش. الكيلو بتاعه ب64 جنيه. بنجيب برضو من عنده زي ما قلنا. اللهم صل على النبي تاني. كده كده خلاص الحاجات دي. دي كلاوي بتاعته تحفه تحفه تحفه، بس لازم تاخديها كتله كده على بعضها. دي طلعت كيلو ونص، قاطعين 73 جنيه 68 قرش، عليها خصم كبير، لان الكيلو منها ب30 تقريبا او بحاجه و40. كلاوي بتاعته جميله جميله، يعني انا جربتها كتير، بتشويها بتشوحيها ولا زفره ولا فيها اي حاجه. هقول لكم انا الكلاوي بتاعته دي بكام. كلاوي بسم الله الرحمن الرحيم. الكلاوي ب40 جنيه، عليها خصم. دول بواحد بقت بكام؟ ب61، بيبيعوها ب40. بعد 61 بتباعت ب40 جنيه. الجزء اللي انا جايباه ده خصمين لي عليه 6 جنيه و14 قرش. ادي الكلاوي. عندنا برضو اللحمه هناك، اصابع سمك اللي هي الكابوريا الصيني اهي، عشان دي بتتحط في شوربه السفود. في ناس برضو بتشوحها كده. دي اسمها اصابع سمك. هي جبتها بس عشان في عندي حد من الولاد بيحبها. اصابع السمك دي قطعه ايه؟ هي ب17 جنيه، وعليها خصم 6 جنيه، يعني ب11 جنيه. وعلى فكره بقت بتتباع في السوق دلوقتي عند بتوع السمك سايبه. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 صوابع اهي. وجايبين كمان شوربه السفود ده كده سايبه عندي فتح الله، بيبيعها بالكيلو اهو يا جماعه. تجيبي بقى نص، تجيبي ربع، تجيبي اللي تجيبيه، هي بالكيلو كده. انا باخد على قد الاكله بتاعتي. الحبه دول قاطعين كام؟ 19 جنيه الحبه دول. يعملوا حله شوربه صغيره كده. طبعا انت بتجيبي على قدك، ما بتجيبيش بكتره عشان ما تهدريش. ودول قاطعين 15 جنيه، فيها كابوريا وفيها جمبري وفيها كابوريا صيني وكابوريا هي العاديه الكبيره دي ام عظم، وفيها كاليماري وفيها جزل، متوضبه من كله بصراحه. فانا جبت من ده نعمل اكله سمك، نطلع في الشوربه نعمل جنبه. ديت بقى خلطه جميله بتتباع بالوزن. تقول له هات ب5 ب10 حسب ما انت عايزه، وريحتها تحفه. الحبه دول ب5 جنيه وريال لتتبيله الكبده الاسكندراني جاهزه. يعني دي كده تحطيها على الكبده الاسكندراني. هنا برضو دي كبده اسكندراني وكبده شرايح جبتهم. الطبق ده قاطع 23 جنيه، عليه خصم 5 جنيه ونص. عامه الكبده كلها هو بيبيعها بكام؟ الكبده عامل عليها خصم كبير قوي. هي الكبده عنده صلى على النبي، استنى اشوفها لكم كده. الكبده ب43، عامل عليها خصم بواحد، بقت ب31، اكتر من 12 جنيه تقريبا. خلاص كل طبق بقى بيبقى بياخد الخصم بتاعه على حسب وزنه. يعني انت لو خدتي نص مثلا، الطبق اللي انا جايباه ده ب22 و14 قرش، عليه خصم 6 جنيه و18 قرش. الطبق التاني ب25 وريال، عليه خصم 7 جنيه وريال. فكل حاجه بتبقى على حسب الوزن اللي انت واخداه وبيعمل الخصم. بالنسبه للحمه المفرومه دي قطعه كام؟ اللهم صل على النبي، 33 جنيه و90 قرش الطبق ده. والطبق ده انا بحب اجيب كده نصاص او اكتر من النص بشويه اهو. ده 495، يعني قول النص كيلو ب34 95 قرش. وجبنا كمان لحمه للشوي ستيك، دول قاطعين 38 جنيه. فانت بتجيبي اللي على قدك، مش تكتريش. دي حاجات الشهر بتاعتي. دي الطبق ده قاطع 37، عليه برضو خصم كبير قوي. اللحمه الستيك عنده
والمفاجاه بقى اللي انا هقولها لكم كمان، ديت قطع 36 جنيه 48 قرش، دي شاورمه فراخ. جبت طبقين منهم، فعشان ما ما احتاجش حاجه بقى طول الشهر، عشان انا كده خربت الدنيا، فجبت كل الحاجات دي عشان ما احتاجش حاجه تاني، ويبقى كل حاجتي موجوده عندي في البيت، ما اشتريش حاجه تاني. وانا عندي برضو بقيت بانيه وحاجات في التلاجة هكمل عليهم، يبقى فايدين من الشهر اللي فات، هنكمل عليهم. وزي ما انتم شايفين كده، دي المنتجات اللي هي بتاعت الاكل والشرب. خلاص، نيجي بقى اوريكم حاجات التنظيف. دي عليها عرض، دي جميله قوي قوي، 4 كلور بكامل. ال4 كلور دول ب 31 جنيه. اتاكد لكم كمان من السعر. جميله، 4 لتر، 4 لتر كلور. هشوفوا كده بكام. ما انا بقول لكم عشان كده الواحد بيروح لفتح الله كل فين وفين، عشان فتح الله بصراحه تروحي تبقى عايزه تاخدي من عنده كل حاجه. مش عارفه الكلور فين. شربة السفود قلت لك الكيلو ب55، عنده الكيلو ب55 عليه خصم 3 جنيه 45. احنا قلنا الجبنه الكيري، كل الجبن المشكله دي قلت لكم عليها. وجبت برده صابون دوره، اي صابون زي ما قلت لكم في الفيديو الاولاني، المجموعه عليها خصم 2 جنيه، 4 صابونات عليهم خصم 2 جنيه، يعني الصابونه بتتخصم حوالي نص جنيه. انا عايزه بس اشوف الكلور ده عرضه جميل جدا، اي حد يلاقيه ما يفوتهوش. وجايبين برضو روز جاردن شوكولاته ب 12 جنيه على خصم 2 جنيه. والمعجون السنان ب 8 جنيه ونص، اتخصم عليه 75 قرش. اهو الكلور اهو، بصوا 50 زائد 1 مللي زائد 1 لتر الوان زائد 1 لتر زائد يساوي 2 قطعه تاني بكام؟ ب 43، خاصمين عليه 11 جنيه. يعني 43 نقصوا منهم 11 يبقى ب 33. ال4 لتر كلور دول اهو ب 33. بصوا بقى عندي مكتوبه هنا عرض خاص في الابيض وللالوان وزي الدوني كده ومطهر اهم. حلو قوي 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 العرض ده. انا جايبه في المشتريات في الفيديو عندكم ازازه كلور قد كده اهو الوان ب 10 جنيه، والاكبر شويه ب 15. دي بصراحه ربنا عرض ما يتفوتش. وكان في عرض على البرسيل وكده، انا قلت لكم في الفيديو الاولاني. جبنا بقى مسحوق مشكل كده، عشان انا بعملهم على بعض خلطه، اريال على صابو على اوكسي على معجون تحيا مصر. كل دول كده جبتهم على بعضيهم علشان احط عليهم زهره بيضه، وبخليهم للابيض عشان انا غسلتي فوق اوتوماتيك. وفي الفيديو انا عرضت لكم اللهم صل على النبي، عرضت لكم اللي هو الاوتوماتيك كله، عرضته لكم. الصافو ده كيلو ب 15 جنيه كيلو. ونشوف برضو اوكسي يدوي اهو بريحه اللافندر ب 15 جنيه، وعليه خصم جنيه الاوكسي، يعني ب 14. حلو مش وحش. بس الاوكسي مش كيلو 575 جرام. الصافو هو اللي كيلو، وتحيا مصر هو اللي كيلو. وبرده تحيا مصر تقريبا ب 14، مش وحش برده. فانت بتحطي كل الخلطه على بعضها عشان تنضف الغسيل. وهي دي المشتريات بتاعتي كلها من فتح الله، الاكل البروتينات والجبن وكله. وجبت كمان كيس لسان عصفور محطوط اهوت عشان انا عندي مكرونه فمحتاجه لسان عصفور بس. وهي دي المشتريات بتاعتي بتاعت الشهر كلها. ويا ريتك تروحي وتلحقي العروض، سواء في فتح الله سواء في كازيون سواء في اي مكان في ولاد رجب. اما يكون في كازيون بتعرفي ان انت او خصم بتعرفي ان انت توفري. يعني الفاتوره دي كلها عملت لي خصم 116 جنيه. زائد بقى بقول لكم في المفاجاه ان فتح الله عامل كروت كده، بتاخدي الكارت ده بتحوشي عليه نقط. يعني يعني انا اشتريت الحاجات دي، قال لي انت ليكي عندي 70 نقطه فمحطوطين في الكارت. اما اروح اشتري المره الجايه بديله الكارت الاول بيشيل لي ال 70 نقطه. ال 70 نقطه دول ممكن مش عارفه بقى عاملين 35 جنيه عاملين 70 جنيه مش عارفه، هو ما عارفش بيحسبوها ازاي. بس المهم بتخدم، بيكمل لك بقى عليها الحساب. فكل واحد يروح عنده يقول له انا عايز الكارت اللي هو بتاع النقط، وتخليه معاكي في البوك. وقت ما تروحي، هو بيقول لك لمده 10 سنين، وقت ما تروحي تشتري تطلعيه تاخدي الخصم بتاعك. ونسيت اوريكم كمان ديت
من هاينز برضو، الصوص اللي هنحطه على المشويات وكده، صويا صوص زي ما انتوا شايفين. وبعدين برضو بعد ما جبت ديت جبت 2 تاني، دبس الرمان مش عارف ايه، وبرضو بابريكا، بابريكيو النشويات واي توابل فراخ او اي حاجه. واما اجي اتبل حاجه هوريها لكم. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، كونوا استفدتوا من العروض بتاعه فتح الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انتظروني في فيديو جديد، ما تنسوش اللايك والشير مع يوميات مس امال. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا حبايبي. النهاردة أنا سعيدة جدا جدا، عشان الحمد لله كملت ال1000 مشترك، وعملت ال الشرط الأول اليوتيوب. عقبال يا رب ما أكمل ال4000، وده طبعا بدعمكم وبوقفكم جنبي، وما تحرمش منكم أبدا أبدا. كل اللي ساعدني وكل اللي اتفرج عليا وكل اللي اداني اشتراك، يا رب يا رب أكون عند حسن ظنكم، وتتفعل القناة أكتر وأكتر وتبقى مليونية إن شاء الله. وأنا بعمل كل اللي في وسعي والله، علشان أقدم كل جديد ليكم، كل سهل وكل موفر لحبايبي وبناتي وأصحابي وإخواتي وكل الناس اللي يعرفوني، كل الناس اللي شاركوني ودعموني في القناة. بشكركم قوي قوي قوي. عقبال يا رب ما القناة تتفعل فعلا بال4000 ساعة، ومشوار الميل بيبدأ بخطوة. طبعا انا عايزه اقول لكم على تجربتي مع ال1000 مشترك، انا ازاي كملتهم. الحمد لله. في ناس اصحابي كتير وحبايبي وقرايبي عملوا لي اشتراكات، وطبعا كانوا بيتفرجوا على الفيديوهات بتاعتي. وكمان في ناس من على اليوتيوب برضو شاهدوا قنواتي وفعلوني ووقفوا جنبي ودعموني. بشكرهم قوي قوي قوي، وعقبال يا رب القنوات بتاعتهم. احب اقول لكم شويه ملحوظات كده من تجربتي على اليوتيوب، اللي انا اتعلمتها يعني من التبادل وكده. يا جماعه لما بنيجي نعمل تبادل مع حد، اليوتيوب بيحذف مشتركين كتير. انا كان زماني وصلت لل1000 مشترك من فتره، ولكن برضو كان في اخطاء بقع فيها، لان بيقول لك ما تعملش اشتراك من قبل ما تتفرج على الفيديو، او حتى على الاقل 3 أو 5 دقائق من الفيديو. بعدين تعمل لايك وتعليق، وبعد كده تشترك في القناه وتفعل الجرس. لو عملت اشتراك من اول لحظه، الاشتراك بيتلغي. وبعدين حكايه دقيقه واحده دي مش بتعمل حاجه، لان دقيقه ازاي انت فهمت محتوى القناه ومحتوى الفيديو؟ يبقى كده الفيديو برضو الاشتراك بتاعك بيتحذف. علشان في بعض قنوات وبعض اصحاب كانوا عاملين قنوات برضو، فبيقولوا المشاهده دقيقه او دقيقتين، وبتبقى هي مقدمه في الدقيقه او دقيقتين دول عباره عن اعلانات ليها او للطبخه بتاعتها، او ما اتكلمتش في اي حاجه من الوصفه. فبرضو ده غلط ان انت تعملي فتره كده طويله في الاول قبل ما انت تخشي في الفيديو. فالناس انت قايله اشترك دقيقتين، على الاقل دقيقتين مش هينفعكي في حاجه، والمشترك هيخرج منك بسرعه. فانت لما تكوني عامله فيديو، هي بس ان انت ترحبي باصحابك على اليوتيوب او محبين القناه او المشتركين بتوعك، ترحبي بيهم في البدايه في حوالي بس ما يكملش دقيقه، وبعدين تخشي في صلب الموضوع على طول وتتكلمي الموضوع اللي انت عايزه تتكلمي فيه. لان طبعا احنا لو قعدنا نقعد نتكلم مثلا في قلب الفيديو على ايه بقى الاكلات ومش عارفه ايه، وحاجات مش خاصه بالفيديو نفسه اللي انت عاملاه، دي ملهاش لازمه، ما انت مش هتعمل معاكي حاجه. فنصيحه مني يا جماعه، اللي يعمل اشتراك في القناه او يعمل قناه بيفعلها، دي نصائح طبعا لاخواتي اللي احنا مبتدئين في القنوات الصغيره، ان هو لازم يشاهد على الاقل دقيقتين 3. الخطوات اللي ما بيحذفهاش اليوتيوب، تتفرجي الاول 3 دقايق، وبعدين تعملي لايك، بعدين تعملي تعليق، بعدين تشتركي في القناه، ما بيحذفهاش. تاني حاجه برضو ممكن تساعدك ان انت تتبادلي مع حد، تتفرجي على ساعات ليه وهو يتفرج لك على ساعات ليه. بتبقى مثلا حد امين بتستأمنيه ان هو يتبادل معاكي، علشان في برضو ناس لقيتها بتشترك في تبادل الساعات، وبعد ما بيجي الدور عليها وبتاخد منك المشاهدات اللي هي تساعدها، بتقوم خارجه من القناه او قافله الايميل اللي هي كانت عاملاه دوت، لان بيبقوا عاملين بال10 وال20 حساب بيتعاملوا بيه. فيا جماعه مش كل حد بيبقى امين، فدي بترجع للامانه اللي عند الواحد اللي بيخش يشترك في القناه. في حاجه تانية احب الفت نظركم ليها، ما تكتبيش لحد
اللهم صل على النبي، ما تكتبلوش دعمني، زورني، حط جنينه ورده في جنينتي، كل الكلام ده هو عارفه. اليوتيوب بيحذف كل التعليقات دي، وبالتالي بيعرف ان انت بتبادله مع قناه بالتبادل غير شرعي فبيحذفها. انما في ناس مثلا محترمه بتبص تلاقيكي انت اشتركتي في قناتهم من غير ما تتكلمي، بتديها تعليق حلو، هي بتفهم بتقوم داخله على طول تلاقي نفسها مش مشتركه عندك فبتشترك عندك. ويا ريت كمان لما بتكون معاكي ايميل مش باسم قناتك، الافضل ان انت تشتركي بيه في القناه اللي انت بتساعديها او هي بتساعدك، علشان يبقى مش كل الاشتراكات اسامي قنوات. فطبعا برضو اليوتيوب بيقول لك ده ايه، ده قنوات متبادله مع بعضها، برضو ده ايه غير شرعي. وانتوا عارفين بقى اليوتيوب عمال ايه يزود في عمال يزود في الشروط، وبيتعبنا والله العظيم بالشروط ديت. يعني مثلا 4000 ساعة الواحد هيجيبهم منين 4000 ساعة؟ يعني ربنا يا رب يسهل يا رب. ولازم تتعبي فعلا، ولازم تقدمي محتوى كويس في القناة، ولازم تقدمي ال 4000 ساعة بأي طريقة بقى. لازم تقدمي ال 4000 ساعة، تجتهدي كده وتتعبي شوية، وتقعدي تبحثي وتعملي اشتراكات وتعملي وتتعلمي. في برامج كتير على اليوتيوب بتعلمك ازاي تعملي مونتاج، ازاي تبادلي مشتركين، ازاي تزودي ساعات. فربنا يا رب يبارك في كل اللي بيعمل البرامج دي. اي نعم هي قناته بتبقى متفعله، وبرده هو بياخد اجر من اليوتيوب على كتر المشاهدات. بس صراحه ربنا في ناس بتشرح بطريقه مبسطه جدا، وبتخليكي تفهمي انت عايزه تعملي ايه بالظبط. زي رؤيه للمعلومات دي، انا بصراحه اتعلمت منها كتير قوي، وبشكر صاحب القناه ديت، اتعلمت منه كتير. وبشكر الاستاذ محمد على اليوتيوب، وبشكره على الواتس، ان هو برضو دعمني ووقف جنبي وفهمني حاجات كتير. بشكره جدا جدا جدا. وهو اي حد عايز يعرف اي معلومة هو ما بيبخلش عليه وبيتواصل معاه. لو عايزين اي حاجة اكتبوا لي في التعليقات وانا اوصلكم بيه. في ناس كتير بتساعد لوجه الله والله، وفي ناس كتير قوي ولاد حلال. طالما انت سالكه ضميرك لله وناويه تعملي حاجه خير او تعملي مشروع لنفسك برضو يساعدك في الحياه، ومش هتأذي حد ولا تاخدي من حد فكره ولا تسرقي من حد حاجه في القناه، لا. طبعا احنا كلنا بنعرف نعمل اكلات وكلنا بنعرف نعمل حلويات، بس طبعا في واحده بتبقى ممتازه شويه في الحته دي ودي في الحته دي، فانت بتاخدي ممكن من كل فيديو بتتعلمي منه حاجه، ممكن انت بتجمعيه في فيديو واحد بتفيدي الناس. ايه المشكله؟ ما هو يعني انا هخترع اكلات او هخترع فيديوهات؟ مش هخترع اكلات ولا فيديوهات. انا بقول لكم ان احنا بنساعد بعض. عشان برضو في واحده كده داخله بتقول يعني انت اضفتي ايه في الاكل؟ طب ما هو الاكل ما احنا بنعرف نعمله يا ستي، انت بتعرفي تعمليه. انت خبره وبقالك كام سنه متجوزه وبتعرفي تعملي الاكل اللي باظ منك مره واثنين وثلاثه. انا بكلم ولادي وحبايبي وبناتي الصغيرين اللي فاتحين بيوت، اللي بيتكسفوا يسالوا حماتهم، بيتكسفوا يسالوا مامتهم، بيتكسفوا يسالوا جارتهم صاحبتهم، فبتبقى عايزه تبين نفسها انها شاطره وبتعرف كل حاجه، وده مش عيب. بتخش على اليوتيوب بتجيب الوصفه والاكله اللي هي عايزاه او اللي جوزها طلبها منها وبيحبها وعايزه تبقى شاطره، فبتتعلم. ايه المشكله بقى؟ ان انا برضه حتى بديكي شويه افكار ازاي تنظمي بيتك، ازاي تنظمي ميزانيتك، ازاي تعملي تدوير لحاجاتك القديمه، ازاي نستغل اللي هي تدوير الاشياء. يعني القناه متنوعه يا جماعه. وما بعرف مكان مثلا فيه بيبيع حاجه مثلا رخيصه او حاجه، والله بقول لكم انا ناس كتير طالبين مني ان انا مثلا انزل العتبه، انزل محلات الشنط، محلات الجزم، اجيب لكم عروض، اجيب لكم اسعار، عشان تبقي نازله عارفه انت رايحه على فين بالظبط. فان شاء الله ربنا يسهل احاول اعمل الخطوه ديت. عشان بس انا طبعا زي ما انتوا عارفين ان انا مدرسه، فوقت ضيق ان انا بروح شغل الصبح بدري وباجي برضو عايزه اشوف بيتي، عايزه اصور حاجه للقناه، يعني وسني برضو، فمش بقدر ان انا مثلا اول ما طلعت البيت ان انا انزل تاني زي البنات مثلا صحاب القنوات اللي هم شباب برضو لسه بيقدروا يجروا بيقدروا يروح. بس ان شاء الله ان شاء الله هلبي لكم رغبتكم باذن الله ان شاء الله. واحاول ان انا اجيب لكم مثلا عبايات، اجيب لكم محلات ملابس باذن الله ان شاء الله. زي ما رحت لكم كده مثلا في فتح الله جبت لكم عروض، وقبل كده جبت لكم عروض شنط في القناه موجوده، وفي العنوان اللي فيه الشنط الجمله والكوتشيات الجمله. المكان ده باب الشعريه يا جماعه، عند محطه مترو باب الشعريه. اول ما تنزلي محطه مترو باب الشعريه بدل المحل 1000 هتقولي لي دول بيبيعوا جمله، برضو فيهم بيبيع قطاعي.
يعني انت لو عندك مثلا 3 اولاد وخدتي ولاد اختك مثلا معاهم 3 بقوا 6 واشتريتي نص دستة، هتفرق والله معاكي كتير 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 في السعر. ممكن في الجوز الواحد توفري 50 جنيه، 60 جنيه، 40 جنيه. او مثلا لو بوكات صغيره مثلا بتاعتي او شنط. فيعني شاركي حبايبك واصحابك واخواتك. ما بقولكيش لف في الشوارع وقولي اللي عايز، لا. يعني على الاقل لو ليكي اخت 2 3 بنت خالتك بنت عمتك، هتنزلوا مع بعض. هي هتجيب لاولادها، انت هتجيبي لاولادك، هتاخدي بسعر الجمله. ده المحلات اللي هي ايه بترفض تبيع جمله. لكن في بعض المحلات بتبيع قطاعي. في بعض المحلات بتبيع قطاعي. عندنا محل مثلا في عند محطة باب الشعرية ده، في حتة اسمها الطمار، وعلى بابها كده جزار اسمه البركة. المحل ده بيبيع، اسمه الفاروق، بيبيع قطاعي. ودخلت قدام شوية في شنط الشيخ سيد بيبيع قطاعي، شنطتي بتبيع قطاعي، كذا محل بيبيع قطاعي. امشي اسألي، امشي اسألي وانت هتعرفي. طبعا لو عوزتوا اي حاجة اكتبولي تحت في التعليقات، عايزين تعرفوا عنوان ايه او ايه، وخشي القناة هتلاقي الفيديو اللي انا شارية فيه العبايات، وشارية فيه تونيك الجنس برضو من العتبة، من مكان محطة العتبة اتجاه عدلي منصور. وقايله لكم في العنوان، وقايله لكم في المحل. بس كان للاسف كنت لسه مبتدئه في القناه، فصورت الفيديو في المحل وما عرفتش اعمل له تسجيل. وكمان اتعلمت برضو من اليوتيوب. كنت الاول برضو بصور وكانت الصور بتطلع ضلمه شويه، ما كنتش عارفه يعني ايه اعمل فلاش، يعني ايه اعمل اضاءه، يعني ايه انور. برضو دخلت وعرفت ان في حاجه اسمها ان انت تجيبي ليد وان انت تزودي الاضاءه بتاعتك. ففي طبعا قنوات الله يبارك لهم قالت ان هي ممكن تعمل الحامل اللي ممكن ينور لك وانت بتتكلمي. جايبين عصايه زي لما نكون هتحطي الاريال كده، الاريال اللي بنحطها فوق السطح في عصايه الجبس، وحاطين فيها لنده كبيره وعاملينها في فيشه، ولما بتيجي بتصور بتحط في الفيشه. طبعا طريقه عجبتني قوي قوي من قناه من ضمن القنوات، قناه تيفا، بشكرها قوي قوي قوي. وصفاتها جميله وحلوه وبتساعد اي حد عايز اي مساعده منها. وقناه برضو وصفات مامي، جميله جميله جميله. الست ديت وصفات مامي لو انت عايزه ايه بتساعدك فيه. هي قنواتها مفعله وتيفا قنواتها متفعله، والناس دي من ناس محترمه جدا، ما بتبخلش على حد. في قنوات كبيره يعني بنخش نسالهم او بنقول لهم دعمونا او ما بيردوش وكانهم مش شايفين حاجه. مع ان القنوات الكبيره دي اللي انا بتكلم عنها ده انا كنت بصوا مشتركه معاهم، كل فيديو كنت بشاهده لهم. ما كنتش لسه يعني اعرف ان انا هعمل قناه ولا حاجه، كنت مشاركه من اكتر من 150 قناه والله، اقول لوجه الله عشان اساعدهم، علشان هم بيقولوا يعني ان هم فاتحين منها بيوتهم، وان هم مثلا عاملين مصدر رزق او فانا كنت بايه كنت بساعدهم، ففي نيتي لوجه الله. فكنت بتفرج على كل حاجه، على كل فيديو يعملوه، حتى لو الفيديو يعني معلش في اللفظ هايف، كنت برضو بخش اتفرج عليه اقول ايه مساعده. دلوقتي لما احنا بنطلب منهم ان هم يدعمونا او يبصوا لنا بينسوا. فطبعا ده يعني ميزه مش كويسه. فانا بطلب من كل اي حد عايز اي حاجه ممكن يسالني ويبعتني واسالني. انا يعني مش فيلسوفه قوي برضو، بس ايه اللي هعرف فيه هقول لكم عليه، اللي هعرفه هقول لكم عليه. وكمان عايزه اقول للقنوات اللي لسه ما اتفعلتش، اصبروا اصبروا قوي قوي قوي. يعني انا بقالي 3 اشهر واكتر، يعني انا من 18 8 18 9 18 10، قولي 18 11، 3 اشهر بالظبط على ما عملت الالف. ده غير اللي اتحذف، ده غير ايه اللي اتحذف. ف يعني ناس كتير بيحطموني يقولوا لي يا ستي هتجيبي 1000 ازاي، هتجيبهم منين، هتعمليهم منين؟ والله العظيم 3 من عند ربنا. ربنا لما تكوني ناويه تعملي حاجه فعلا ومن جواكي، من جواكي انت يعني مبسوطه للمشروع اللي انت بتعمليه ده، هتتبسطي، هتتبسطي قوي وهتلاقي نفسك بتشجعي. يعني الحمد لله انا النهارده لما لقيت نفسي 1000 فرحت وحبيت ان انا يعني افرحكم معايا. بس برضو انا مش هفضل على الالف، انا هزود عشان ربما اليوتيوب برضو يحذف لي حاجه. عقبال كده يا رب ما يتفعل لي اعلان في القناه والقناه تتفعل، دي بقى تبقى الفرحه الكبيره. وهعمل لكم ساعتها حفله كبيره قوي، واللي عايز يجي بقى يجي ونحلم بقى مع بعض. يا رب يا رب يا رب يا رب. بتمنى من ربنا ان القناه تكبر وتشاركوني فرحتي. وانا بقول لكم كلكم متشكره ليكم قوي قوي. ويا رب يكون الفيديو عجبكم. وخشوا على فيديوهاتي، انا عندي حوالي
حوالي 120 او 115 فيديو، كلهم احلى من بعض، كلهم احسن من بعض، وكلهم مفيدين جدا جدا. ويا رب يا رب يا رب كلكم تكملوا الألف والمليون كمان، وإن شاء الله أكمل الشرط التاني هو اللي فاضل لي. ولو كملته بأمر الله إن شاء الله هجتهد، القناة هتتفعل، وأبقى بقى إيه بقى صاحبة قناة كده معروفة، وأقدم لكم كل حلو وكل جديد. ومش عارفة أقول لكم إيه يعني. صراحة ربنا يقويني، لأن أنا عرفت الحكاية دي متأخر. كان نفسي كنا في سن اصغر من كده، وكنت هكمل بامر الله وهبقى اسرع من كده. بس الحمد لله ان انا برضو ايه يعني عندي هدف وعندي امل ان القناه بتاعتي ان شاء الله هتكبر باذن الله. و يا رب نحقق الهدف، مش هقول اكتر من كده. وان شاء الله ربنا يقف معايا، وادعوا لي ودعموني، ويا رب يكرمكم يا رب كلكم. ومليون شكر مليون شكر، مش عارفه اشكر الناس اللي دعمتني ازاي، واللي بتقعد تتفرج على قناتي وبتكتب لي كلمه حلوه بتدفعني للامام. والله العظيم والله العظيم انا لحد دلوقتي ما جالي تعليق سلبي، احمد ربنا واشكره ان مفيش تعليق سلبي لحد دلوقتي جالي في القناه ولا اي حاجه، وكله لايكات لايكات لايكات، مفيش اي حاجه حتى حد عمل لي كده. فانا طبعا متشكره متشكره متشكره، و100 ألف بوسة ليكوا حبايبي. عقبال يا رب يا رب يا رب يديني طولة العمر وأكمل المليون وأكمل ال4000 ساعة يا رب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويا رب أكون خفيفة على قلبكم يا رب. سلام عليكم.